حكيم رحت المي وخدت كل الأدوية والكل قالوا على جرح ما خدناوش في الكلية يا حنية. ايه بقى؟ يعني مبدئيا كده، السلام عليكم. ازيكم يا طيبين المهندسين الزراعيين والبيطريين والسادة المربيين. طبعا انتوا ملاحظين غيابي، ولكن انا كنت غايب لان انا يعني مش عارف، والله لا اعلم من اين ابدأ ومن اين انتهي او الى اين سانتهي. ولكن خلينا نحكي القصة الكاملة. وانا خلاص ابوس رجلك، خلاص. دي صرخة CRD، مزجني، اطربني. خلاص ابوس رجلك، دي كمان ابوس جناحك. اكمل الفيديو بس صلى على النبي. اخر فيديو اي ثينك كان مثلا اليوم ال20، باين ولا ايه، مش عارف اليوم ال20، مش فاكر. المهم احنا دلوقتي في اليوم تقريبا ال32 او ال31. آراء الفنان دي فراخ بيع، خلاص فراخ شارع الحمد لله، زي ما انتم شايفين يعني. فراخ خلاص كبيره الحمد لله، يعني فراخ تخطت عمر الطفوله. مش عارف انتم ملاحظين الصوت ولا لا، بس طبعا في يعني مش عارف ايه ده ماشي. كنت فاكر والله ده نافق، بس ان شاء الله مش نافق يعني. دي فرخه بس يعني مروقه على حالها كده، مستقنيصه يعني. والله انا من تقريبا اخر فيديو نزلته وعيني لم ترى النور، يعني ورا بعض، كله ورا بعض، ظلمات بعضها فوق بعض، يعني سبحان الله. يعني سريعا عشان الفيديو ما يطولش، ولكن انا والله عايز افضفض عشان انا خلاص ابوس رجلك، ولا عايز افضفض عشان خاطر انا زهقت. انا نفسي امسك رشاش كده وامشي اروح جاي مدبح في ام الفراخ دي كده، مقتلهم كده في الراس على طول. ربنا يبارك فيهم او يبارك في اللي فاضل منهم يعني. وان شاء الله خير باذن الله. بصوا بقى، صلى على النبي. اول حاجه حصل كده بدايه من اخر فيديو نزلته، طلعت فوق سكينه الكهرباء الرئيسيه العنبر، بوم، ولعت. لحظه، الباب شكله مفتوح، هقفله واجي بس. تمام، قفلنا الباب. اول حاجه كده سكينه العنبر الرئيسيه ولعت، ده اول شيء يعني. فللاسف لما ولعت الكهرباء قطعت، فللاسف بالتالي حصل انقطاع للكهرباء، فبالتالي حصل صدمه برد شديده جدا جدا للفراخ دي. لحد ما قدرت اتدارك الموضوع واجيب كهربائي وغير السكينه، كان عدى تقريبا نص يوم، يعني انا كنت الساعه 12 بالليل يعني. فبعدها خلاص الفراخ بردت مني، وكان تقريبا ساعتها العمر يعني ال 22 تقريبا يعني. خدت صدمه برد محترمه، صدمه برد يعني في بعض الاحيان قد تودي بحياه الفراخ يعني. المهم للاسف تبع هذه الصدمه سقوط مناعي مرعب، كشاشان، خمول، جميع انواع الاسهالات تقريبا، وتحديدا الابيض منها اللي هو بيكون غالبا يعني ايكولاي او دخلة فيروس يعني. ويعني للاسف انقطاع تام لمده 48 ساعه عن الاكل والشرب. وللاسف تبع هذه الاحداث حضانه فيروس ودخول فيروس. كان هو الجمبور المتحور، كان يعني شبه حضانه، ولكن هو لم يتمكن من الفرخ بفضل هنقول بفضل ايه دلوقتي بعد ربنا سبحانه وتعالى يعني. خلصت يا مؤمن على كده؟ لا، ما خلصتش على كده يا مؤمن. بعدها بالظبط بيوم او 2 العداد بتاع العنبر نفسه ولع. ليه؟ لان هو كان عداد. على فكره عايز اقول لكم حاجه، السكينه اللي ولعت دي هي سكينه حسابيا تكفي استهلاكي وزياده وضعف وضعفين حسابيا، لكنها ولعت. السلك، جميع السلوك سليمه، السلوك كلها سليمه. يعني لو كان في حمل زياده كان السلوك دي هي اللي ولعت، او على الاقل خالص اضعف سلك ولع. السكينه المحترمه اللي هي كانت 63 امبير تقريبا ولعت. مش عارف ليه يعني. حاجه محترمه جدا يعني. العداد اللي ولع ده ولع ليه؟ ولع لانه عداد قديم، عداد بتاع ورثه عن جدي بقاله 60 سنه، فعداد مش مستحمل الحمل فولع.
فالمهم يعني الحوار ده كله يعني كان 7 8 9 10 ايام رعب من اليوم ال 22 الى الان اعاني. النافق تقريبا للاسف كل يوم واحد او اتنين. المهم بعدها كده حاولت مع القطيع بكل ما اوتيت من قوه، من قوه ماديه ومن قوه علميه ومن قوه عقليه ومن قوه استشاريه. خلاص يعني حاولت معاه بكل ما في وسعي. قبل ما اقول لكم اشتريت ايه او عملت ايه، عايز بس الدقيقتين الجايين دول اتكلم فيها عن اعظم منتج بيطري رأته عيناي. ايه هو؟ طبعا مش هو اشيله بقى عشان ما اتبهدلش، هو الاكس فاكتور. طيب باختصار لحد ما اعمل حلقه مخصوص مفصله عن الاكس فاكتور، هو ليه انا منبهر بالاكس فاكتور؟ ليه انا بقول ان هو من اعظم المنتجات البيطريه ان لم يكن اعظمها؟ ليه بقول على الاكس فاكتور هو منتج الحاجه اللي مش هيعملها صعب تلاقي منتج بيطري يعملها، والحاجه اللي بيعملها صعب تلاقي منتج بيطري بيعملها زيه يعني. يعني من الاخر هو منتج بجد شابوه. طيب هو ليه شربيني بتقول الكلام ده؟ المنتج ده باختصار في جمله واحده، المنتج ده هو منتج قادر يحافظ لك على المعوي ويظبط لك المعوي في اصعب واحقر الظروف. ايا كان ظروفك ايه هتلاقي المعوي بتاعك مفيش فيه اسهالات، المعوي بتاعك ماسك. طيب هو لما يكون المعوي بتاعي ماسك والزرق ماسك ده معناه ايه؟ ده معناه ان كل حبايه علف الفرخه بتاكلها مهما كان عندها بتستفيد بيها. وهو ده اللي احنا عايزينه. احنا مش عايزين وقت السقوط المناعي او وقت حضانه الفيروس الاقي الفرخه اللي 2 كيلو باكله 900، ولا الفرخه اللي كيلو ونص باكله 200. لا، انا مش عايز اخسر وزن وعلف وعلاج وكل حاجه وارجع تاني اكله عشان يرجع تاني الوزن اللي هو اصلا كان عليه. فاهمين القصه؟ فالمنتج ده بعد فضل من ربنا سبحانه وتعالى حافظ على المعوي، حافظ على كل ذره علف الفرخه بتاكلها، حافظ لي على الاوزان كأن انا اللهم بارك ماشي طبيعي جدا ما عنديش اي مشاكل. طبعا انا مش هقول لكم اوزان ايه دلوقتي عشان انا خلاص يعني تعلمت بقى انا قصدي ايه، خلينا نوزن في اخر الدوره يعني. بس فالمنتج ده هو قادر يخلي لك الفرخ كوزن وكتحويل وكاستفاده من علف كأن فرخك سليم وسوبر فرخ. المنتج ده مش هتلاقي منتج بيطري زيه قادر يحافظ لك على المعوي. وعشان توصل للمنتج ده لو الاكس فاكتور بيعمله هتضطر غصب عنك تكثف جرعات من منتجات تانية هي بالفعل غالية اصلا. يعلم ربنا سبحانه وتعالى والله العظيم 3 انا ولا شريك مع اللي مصنعه باشمهندس مصطفى عامر، ولا هو عارف اصلا ان انا هصور الفيديو ده، ولا هو يعلم اي شيء. والله الذي لا اله غيره انا بنقل لك تجربتي، لان انا والله العظيم 3 انا طالع عن تجربتي الكامله، ولا باخد جنيه من حد ولا ببيع حاجه. وان شاء الله لما ربنا يكرمنا ان شاء الله ونقدم خدمه او نبيع برودكت هقول لكم عادي، لان التجاره حلال يعني مش فيها اي مشكله يعني. المهم فالمنتج ده انا بقول لكل الناس المنتج ده بجد لا غنى عنه في عنبرك. حتى يا عم لو انت مش هتستخدمه 24 ساعه في ال 24 ساعه برضه هو لا غنى عنه في عنبرك. المنتج ده هو فكره صنعه اصلا ان هو يكون بديل امن وقت سقوط المناعي او وقت حضانه الفيروس او وقت الفيروس، لان كلنا عارفين ان وقت الفيروس لازم تتعامل مع قطيعك حرفيا بالشوكه والسكينه. يعني ما ينفعش تنزل اي غسيل ومنشط فيه كلوريد امونيوم، ما ينفعش تنزل اي مضاد سموم حمضي او في حاجات او بيولوجي بس بينزل يتحول لحمضي، ما ينفعش تنزل مضاد حيوي، ما ينفعش. فانا كل الخطر ده بديله منتج امن بينزل لي 24 ساعه في ال 24 ساعه، بديل لمنشط الكبد، مضاد السموم، رافع المناعه، بديل لفيتامين سي، البروبيوتيك، الاحماض الامينيه، بديل لكل شيء في الدنيا. منتج امن انزل بيه وقت السقوط المناعي، وقت حضانه الفيروس، وقت اي شيء. ده الهدف منه، وقد وفى وكفى وزاد. والله العظيم قد وفى وكفى وزاد. فالمنتج ده، وخدوا بالكم من النقطه، المنتج ده في حاجه اسمها صوديوم بيوتريت لو انا منطقه صح يعني. الصوديوم بيوتريت ده انا كنت بقرا مقاله عنه او بحث عنه
مفيش حاجه تعادله تقريبا ده اللي انا وصلت له، لو حد عنده معلومه اخرى يصلح لي. مفيش حاجه تقريبا في المجال البيطري كله تعادل قوه وتاثير الصوديوم بيوتريت في التحويل، ولا بقى البروتك بتاع الشركه الفلانيه ولا العلانيه ولا التخمير ولا الكلام ده كله خالص. الصوديوم بيوتريت هو رقم واحد في التحويل وزياده الوزن للفراخ. وانا ما لقيتش منتجات قدام عيني جربتها على مدار كل الفتره اللي فاتت دي فيها صوديوم بيوتريت الا الاكس فاكتور. فالاكس فاكتور دوره في الوزن الفرخه او في التحويل والله العظيم مش هتشوف حاجه اروع منه يعني، وهيديك معامل تحويل محترم جدا. زي ما قلت انا اسف انا طولت في الكلام عنه، ولكن في فيديو مخصوص ان شاء الله اخر الدوره كله كاملا مكملا نص ساعه كده تقريبا عن جمال وعظمه، والعظمه ده لوحده الاكس فاكتور. حقيقي هو منتج هو هيبقى صديقك، يعني الحاجه اللي واقفه جنبك اللي هي حرفيا هتنزل في اي وقت وامنه جدا. وانا بجد فخور ان انا جربت المنتج ده وقدرت اوصل للمنتج ده. طيب هل انا المنتج ده بس اللي قدر بعد ربنا سبحانه وتعالى يطلعني من هذه الازمه؟ اولا احنا اصلا ما خرجناش منها 100%. لحد الان عندنا CCRD كمان، مش CRD، CCRD. لحد الان عندنا ايكولاي، لحد الان عندنا نافق، لحد الان عندنا كشان، لحد الان سحب الميه والعلف مش مزجني قوي يعني زي كل دوره يعني، لكنه طبيعي، ولكنه الحمد لله اصبح طبيعي او اصبح طبيعي يعني. برضو عشان اكون معاكم محق يعني وانقل لكم القصه الكامله، انا رحت جبت الاستانزا. برضو هحط لكم صورته هنا. الاستانزا ده يعني يعتبر من اقوى روافع المناعه الفيروسيه او من اقوى مضادات الفيروسات اللي موجوده. طبعا هو اسمه مش حرفي مضاد فيروسي، لا هو شغله او طريقه عمله نقولها بعدين. وكنت ماشي بالتوالي 12 ساعه اكس فاكتور، وكنت بحط معاه استيسيستين او دواء كده مذيب بلغم برضو اسمه مش عارف مايكوفلين تقريبا، يعني دواء كحه برضو كده 2 سم على اللتر. وكنت بنزل باستيسيستين، كنت بنزل بكيس او كيسين لل 20 لتر، ده مش فاكر والله كيس او كيسين، لان احتياج الفرخه كل فرخه محتاجه تقريبا حوالي 20 مللي جرام، حوالي 20 مللي جرام. فحسابيا انت بتحتاج حوالي مش عارف كيس او كيسين تقريبا على ال 20 لتر تقريبا يعني، برضو مش فاكر اول التفاصيل دي. وكنت بنزل باقي اليوم اللي هم ال 12 ساعه الباقيين كنت بنزل بالاستانزا، مضاد فيروسات قوي جدا. وبرضو بما يرضي الله هو منتج غالي جدا، طبعا ده منتج من رويال يعني، غالي جدا، ولكنه بصراحه ربنا منتج محترم. بس وقعدت امشي مع الفرخه بقى واحده 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 لحد ما الحمد لله بدا يفوق وبدا يرجع لحالته الطبيعيه، لكنه لحد الان ما رجعش لحالته الطبيعيه. لحد الان عندي خنفره شديده جدا، لحد الان CCRD وايكولاي وكل ده موجود عندي، ولكن الحمد لله المعوي يعني اقرب للسليم والطبيعي، سحب الميه والعلف اقرب للسليم والطبيعي، الاوزان اقرب للسليم والطبيعي. فيعني بنقول الحمد لله على كل حال. النافق يوميا 1 و2 يوميا وبفضل من ربنا سبحانه وتعالى الى الان لم نتخطى نسبه 5% نافق. ولكن اصلا نسبه 5% نافق معايا انا دي كارثه. انا عارف رعايتي وعارف رعايتي العلميه والماديه. يعني ايه رعايتي الماديه؟ يعني انا مش بستخسر جنيه فيهم، والله العظيم لو عايزين دواء ب15,000 جنيه بجيبه على سبيل التجربه برضو اولا، يعني عشان برضو افيدكم برضو. يعني خلينا نقول الحمد لله على كل حال. وخلينا نقول اهم شيء لما تتصاب بحاجات دي الهدوء. اللي هيخليك تطلع من الازمه دي بعد ربنا سبحانه وتعالى هو انك تكون هادي. خلاص اهدى، شوف فرخك عايز ايه وتعامل معاه. لما كان عندنا سقوط مناعي وحضانه جمبورو ما كانش ينفع ننزل باي مضاد حيوي، فانتظرنا 3 ايام بالظبط. برضه ان شاء الله هعمل لكم فيديو مخصوص على ازاي تتعامل مع الفيروس. انتظرنا 3 أو 4 ايام لحد ما الفراخ تفوق لانها كانت قطع حرفيا اكل وشرب. بعدها بدانا نعمل تيست على بعض الفراخ، وبعدها ان شاء الله او كملنا باذن الله يعني الحمد لله بمضاد حيوي. طب نزلت بايه شربيني؟ نزلت بناء طبعا على استشاره خاصه من الباشمهندس مصطفى، نزلنا بالدوكسي. الدوكسي ميزته ايه؟ ميزته ان هو رقم 1 مهما قدم، بس سبحان الله زي ما بقول كده الدهن في العتاقي يعني مهما قدم هو منتج جبار تنفسي.
منتج بيلعب لك على البكتيريا الموجبه والسالبه، يعني بيجيب لك معوي وتنفسي، بس طبعا هو مش بيجيب لك كل المعوي، هو بيلعب لك شويه على الكوليسترول الخفيفه، يقضي لك برده شويه على الايكولاي. منتج ممتاز ممتاز ممتاز. طبعا بتكلم على الدوكسي فقط، يعني كان تركيزه 30% او قصدي 35% او 50% اللي موجود في السوق المصري. مش بتكلم على التيدوفيت اللي هو تيلوزين مع دوكسي، ده نسبه الدوكسي فيه ضئيله جدا 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 جدا. بتكلم على التيلوزين او قصدي الدوكسي الخام، انا جايبه النص كيلو حرفيا ب 1300 جنيه. فالدوكسي الخام ده بسم الله ما شاء الله يعني في التنفسي مرعب مرعب مرعب، وبيجيب لك كمان المعوي معاك او بيلعب لك سنه على المعوي كده يعني. بالمناسبه يعني من الخرافات ان الدوكسي بيسقط المناعه، ده كلها خرافات يعني. وبرضه ان شاء الله في حلقه مخصوص عن جمال وروقان الدوكسي يعني. انا خلاص نزلت بيها حرفيا خلاص يعني يمكن اخر سقوه ممكن تبقى ده النهارده اخر سقوه تقريبا يعني في الثلاثينات عادي جدا جدا جدا. وطبعا لازم ننتظر او نحاول ننتظر فتره السحب، ولكن طبعا لكل مقام مقال يعني. ولكن طبعا بعد ما تنزل الدوكسي تنتظر فتره سحبه اللي هي تقريبا حوالي ممكن اسبوع او 4-5 ايام حسب برضو كل شركه وكل تركيز وهكذا. ممكن بيوصل معاك ل 10 ايام في بعض المنتجات على فكره يعني. فانا عن نفسي مطول لسه قاعد لسه بالفراخ، لسه عندي علف وجبت علف تاني لسببين. اول سبب عشان انا اظبط الوزن بتاعي، ثانيا علشان انتظر فتره سحب الدوكسي يعني. وتاني بعيد تاني من الخرافات ان الدوكسي بيلعب على المناعه. لا، هو لو انت قطيعك ميت خالص 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 اكيد ما ينفعش تنزل بيه، ولكن هو ما بيأثرش خالص على المناعه لو قطيعك فايق يعني. وعايز اقول لك بقى بناء عن تجربه حقليه، وفي ناس هتاكد كلامي في التعليقات، بناء عن تجربه حقليه والله العظيم لو فراخك نص فايقه الدوكسي مش هيعمل لك اي ضرر. نص فايقه، انا اعرف ناس نزلته وهي عندها سقوط مناعي، هو كان من احد الاسباب اللي فوقها. طيب يا شربيني، هو قالك اصلا الدوكسي بان انت عندك سقوط مناعي وحضانه فيروس. يا حبيب قلبي، اللي بيسبب النافق في 90% من الحالات مش الفيروس ولا السقوط المناعي، اللي بيسبب النافق هي الأعراض الثانوية والبكتيريا اللي بتيجي مع الفيروس. طبعا صوتي رايح، أنا تعبان. فطبعا ومعظم الأعراض الثانوية بتكون مايكوبلازما بقى وسي ار دي وايكولاي كوليستريديا اسهالات، هي دي معظم الأعراض تقريبا اللي بتيجي مع أي فيروس أو أي سقوط مناعي. فاحنا بنقوم بعلاج الأعراض الثانوية بعد ما كيرف النافق يقل، او انت دكتور عنبرك شايف عنبرك فاق وفراخك فاقت. برضه بتكلم سريعا في تفاصيل كتير جدا جدا بعديها عشان نعمل لها ان شاء الله فيديو مخصوص. فدي تقريبا القصه الكامله لاصابتي بالصوت المناعي وحضانه الفيروس وال10 ايام الرعب اللي عدوا عليا، واللي لسه فيها على فكره، لسه لحد الان نافق كل يوم فرخه او فرختين. وزي ما قلت لكم هو اصلا ده كان كتكوت جاي فيه مايكوبلازما اميه، وانا قلت والله العظيم الكتكوت ده هيعذبني بعد العشرينات، وقد كان طلع عين اللي جابوني بعد ال20. الحمد لله يعني، الحمد لله يعني. بصوا انا مش هوزن، بس ممكن عشان انتم حبايب يعني اوريكم فرخه كده يعني. بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله. دي بس بقى ما بتنيش لسه هصور تاني. بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله، اللهم بارك اللهم بارك اللهم بارك. طبعا مش هنقول بقى الوزن كام، خليها بعدين. بس اللهم بارك، دي الفراخ اللي اتصابت بسقوط مناعي وجمبور واتبهدلت وبهدلتني معاها. الفراخ دي عمر تقريبا 31 او 32 يوم تقريبا. فدعواتكم عشان خاطري قولوا اللهم بارك وادعوا لي، انا مش ناقص والله. انا عارف والله ان كلكم بتحبوني وانا بحبكم في الله والله. فده كده فراخنا الجميله. بس كده، وتقريبا هي دي القصه الكامله لاخر 10 ايام رعب. وما زلنا لم تنتهي القصه بعد، وان شاء الله بقى في فيديو قادم اخر اقول لكم على نهايه القصه. فبس كده، اشوفكم بقى ان شاء الله فيديو جديد، وما تنسوش تدعوا لي ادعوا لي باي حاجه. ربنا بيعدي على خير. وعلى فكره وانا بكلمكم دلوقتي في فرخه نافقه
هي حاليا دلوقتي غالبا خلاص ماتت يعني. طبعا مش هلحق انزل اجيب السكينه من تحت، فالله المستعان. الموضوع بجد هم يضحك وهم يبكي. الموضوع مش الموضوع مش حلو، مش لطيف يعني. بس الواحد بيحاول يكون متمسك على قدر الامكان. هي الشتاء، هو الشتاء رخم كده بدوراته بفيروساته بقرفه. فدعواتكم وان شاء الله خير، ان شاء الله خير. السلام عليكم.